ما يجيش الماتش بتاع بكره بقى وربنا يرزقنا بحكم كرشه عامل زي الكرش كانت المعبد، يخرب لنا الدنيا اكتر ما الدنيا مخروبه، اكتر ما هي مخروبه، يحسب ضربه جزاء لسان داونز يخرب الدنيا، يبقى عليه العوض والماتش اتصعب وهنشوف سواد يا ناس، سواد وخلاص. هنعمل ايه مش عارفين. يا رب التحكيم بكره يبقى في صالحنا، التحكيم كله الاتحاد الافريقي دلوقتي بيكره الاهلي، افريقيا كلها بتكره الاهلي، ليه؟ لان الاهلي مستحوذ على البطولات، احنا بقى لنا سنتين ما بتاخدش بطوله اصلا، هو بقى لنا سنه احنا ما خدناش، اللي خدها السنه اللي فاتت الوداد المغربي. طب وبعدين يجيبوا حكام حلوين بقى، يجيبوا حكام حلوين، ما يجيبناش حكم يصفر لنا في اخر 10 دقائق، يصفر لنا في الدقيقه 70 الدقيقه 80 حصلت، وربنا حصلت، ده احنا بنشوف حاجات غريبه، بنشوف حاجات غريبه، خصوصا ان سان داونز بتلعب في ايش، بتلعب في اشعه الشمس الساعه 3 عصرا والشمس نار، فكل حاجه الواحد يتوقع في افريقيا.